ايه؟ اجتهدوا 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 بالواو والضمه والكسر. اللهم صل على النبي. انت بتعلم الولد؟ لازم يطلع عارف حاجه. بسم الله ما اجتهدوا شاء ايه؟ الله. اجتهدوا ابوس ايدك بالواو والضمه والكسر. ابوس ايدك، مالكش دعوه بعلام الواو. اسكتي يا بيه. يا شيخه اسكتي انت. اسكتي يا بيه. اسكت هاي. لما انت شايفه بقول لك ايه؟ اجتهدوا. شايفه انت بنتجها ازاي؟ يا ابني خريج 9 سنين ابتدائي. ما شاء الله ما شاء الله. 9 سنين ابتدائي ترم اول كمان. ده لو عارفه لو كان خد الترم التاني ده اهو كان هيبقى احسن من اللي هم واخدين صنص بتوع الصنص دول عارفاهم؟ انا قعدت 9 سنين في الابتدائي ما شاء الله. لان كنت كملت للترم الثاني والله كان زماني بقيت. ما هو واضح بيقول لك اجتهدوا بالفتحه والضمه والكسر، جاب الثلاثه مع بعض زي مش عارف. شفتي؟ لا مش اي حد. ده المدرسين كانوا بيحبوه قوي، كل ما اروح هناك يقول يا حاج اللهم صل على النبي على ابني. بس كنت كملت الترم الثاني والله العظيم كان زماني بقيت حاجه. ما شاء الله عليه. شفتي ده عارفه كان ممكن ما شاء ياخد الله. كان يديله الصنص في الابتدائي ده. في الترم الثاني وقعدت اسايس واسرح على شعره واعمل على دماغه خد الترم الثاني. لا وقفش بقى يا بنتي. انت بتكتب يا سيد؟ شايفه العسل؟ اجتهد في رمضان. اجتهدوا في رمضان. ايوه هو مش يجتهدوا. فين بقيه الكلمه يا سيد؟ اجتهد اهي. اجتهدوا. شو خدته؟ اجتهدوا. دي اجتهد في رمضان. اجتهدوا ما هو المفروض فيه ضمه وسكون. ضمه وسكون مره واحده. الضمه دي يمه ضمه يعني ايه؟ وسكون مره واحده. بتضم الكلمتين على بعض. اللهم صل على النبي. اللهم صل. شوفي هاتي لي واحد كده خريج ساينس كده وقولي له سهلين. يعني مش اخرها هو الف والسكون شد السكون كمان. شد السكون. ما شاء الله شد عليك. يعني سكون. المفروض اللهم صل على النبي. المفروض كده خليك دكتور في الجامعه. لا لو كنت شمال عين عليك برد. كان زماني بقيت حاجه. ما شاء الله انا عليك يا ضحكت سيد. عليك يا سيد وانت اللي ما رضيتش. كل يوم اشيل الشنطه واروح اوديه، كل يوم اسيب الشنطه اقول له انا كنت بروح اودي اخوالك برضه كده اهوت واشيل لهم الشنطه. يا سيد والنبي ابوس ايدك، مالكش دعوه بالواد. اسكتي. ابوس ايدك. مالكيش دعوه. وبعدين ده عيل يفهم يعلمك. جمله تجتهدوا في رمضان. انت تعلمت لحد فين؟ ما ردنيش خالص يا ابني. ما رحتش المدرسه خالص. واتحايل عليهم والنبي يوم والنبي يوم. ولا سنه؟ ولا سنه. سبقني في الابتدائي 9 سنين. سيدك بيروح سايبني كريمة. وماشي. 9 سنين في الابتدائي. امك دي كريمه ست كريمه. وستك الله يرحمها كانت تمسك الشربه يا ابني تلدلني بيها، تشدها من على الغبيط وتلدلني بيها. خلاص يما ما عدتش اقول راح المدرسه دي تاني. الله يسامحك. واخلص اللي ورايا واجري على المدرسه واشيل الشنط العيال كلها. وكان عندهم بتاع تخته كده اقول لهم دي اسمها، يقولوا اسمها تخته. واقعد اعيط واشيل الشنط العيال والعيال تضرب فيا عشان نفسي اروح المدرسه. كنت بتشيلهم الشنطه يتوضوهم وصلوهم. وكنت راح اودي خالك على الحماره على سكه القطر عشان يركب القطر ويروح المدرسه. ووديه وينزل من على الحماره اقول له والنبي نفسي اتعلم، نفسي اروح المدرسه زيكم. ينزل من على الحماره يخبطني الشلوتين اقول له ما عدتش والله هقول اروح المدرسه دي. بس اخو الدوار ما كانش بيرضى يوديني. ما اخلصش في حاجه خالص والله. بشيل له الشنطه كده اهوت واقعد احوش في مصرفه واديهوله. وبرضه يا بنتي ما يودينيش ولا يجيبني ده هو. وكل ما رحت الخالي كان ماسك المدرسه كان حاجه كبيره قوي. كان الفراش بتاع المدرسه. ما شاء الله. والله العظيم كان الفراش بتاع المدرسه. والمدير كان بيعمل له حساب. مدير؟ لا مش كان بيعمل حساب، بس كان ايام زمان الفراش دي يعني عامل زي الخفير كده. ما شاء الله عليك. صعب انت توصلي له. الله اكبر. انت تكلميه بواسطه. عايز واسطه. كان له مكتب جنب المدير؟ كان له مكتب جنب المدير؟ ده هو اللي كان ماسك المدرسه. هو اهو شفتي فراش وماسك المدرسه. شفت دي حاجه كبيره قوي يا بنتي هناك ده اكتر من المدير. والنبي يا خالي والنبي يا خال والنبي يا خال خدني المدرسه. مدرسه ترى وحش الله يديك الهوا ورج. يعني ايه الهوا ورج دي؟ انا عارفه يا ابني روح يا تريح يا الهوا يورج كل ما اروح له يا ابني. يعني ايه الهوا يورج دي؟ وكان يا ابني في حته يورج يعني ايه؟ يلف. لا واللي كان بقى اي ابن عايز يخدم امها ولا ابوها يقعدها من المدرسه يودوا له بيض ويودوا له السمنه ويودوا له القشطه. لا هو قعدها بالجيش. اكتر
عشان ما عرضهاش المدرسه. تحايل عليا كمل الترم الثاني. دخلوا ده يا باشا الحاجه كبيره في المدرسه، انت ما انتش عارف. ده المدير كان بيقول لي يا استاذ. ما شاء الله. شفتي؟ اصل هو كان اكبر من هو كان اقدم واحد في المدرسه، صح؟ كان يمسك الدفتر، شو دفتر كبير شويه بيه، كل سطر فيه قد الترابيزه، كل شهر يسجل فيه، يقول لك القصه اللي ما يعلم بها الا ربنا. ده كان نفسي امسك ورقه وقلم كده وامسك القلم اقول لهم والنبي اقعد في التخته بس يوم واحد. قعدش الله تقعدي متكسحه، قعدش قعدت متكسره. امسك الورقه والقلم هو انا ما بعرفش امسكه. يا ابني مره قلت لخالد ده هو علمني اكتب ومسكني القلم. ده انت ما شاء الله عليك يا سيد، عليك مسك القلم. عارفه يقول لي ايه؟ ما شاء الله. في الكراسه خ ر ه اكتبي خ ر ه ويجر فيا وانا اقرا فرحانه وماسكه القلم. كان واحد من الشارع يقول لي انت عارفه خدي كاتب لك ايه؟ قلت له كاتب لها يقول لي ده كاتب لك خرا. قلت له لا. دي ايه بقى؟ هي مربوطه؟ مش عارفه وانا عارفه ايه يعني ايه؟ هي مدوره كده، بتاع مدوره كده صح؟ مسكني القلم قال لي املي الكراسه بيها. اسمها خرطم. بتضمطهم. تعرفوا يا جهله. شفتي؟ عارفه ده تنسى الكلام وتعلم؟ يا بنتي ده بقول لك العلم نور. ده شوفي خطه العلم في الكراس. العلم في الراس مش في الكراس. لا ده كده كلمه غلط، العلم في الكراس. شايفه الكلمه؟ العلم اهو. بقول لك العلم في الراس مش في الكراس. العلم اهو. ده امك اول ما رحت اتقدم لك قالت ايه؟ هو متعلم ايه يا حاجه؟ قلت لها واخد 9 سنين ابتدائي. قالت احنا موافقين. ده انا بنتي في كليه. قلت لها ايوه ده انت بنتك حيالله في كليه. حيالله لما انا ابني 9 سنين. محدش عملها في محافظه الجمهوريه في مصر. ده كانت طايره بينا طيران. الا العبد لله. 9 سنين ابتدائي. قوه خارقه يا ترم اول. مش هرضى ادخل الترم الثاني ابدا يا ابني يا حبيبي. بس انا ندمان والله ان انا ما شملت. باخد الدكان. كنت شملت الترم الثاني. كان عيالهم دكتور في الجامعه على طول. والله كان زمان بقيت حاجه. عارفه يا بنت اتحايلت عليها الترم الثاني ما يرضاش. عارفه كان يروح فين؟ يروح يقلع هدومه عند الحديد وينزل يستحمى في البحر. اخر ما زدت منه رحت واخده الهدوم لماها وطلعت ملبوس من البحر يجي. الله يسامحك. سبت عشان يروح المدرسه برضه مش راضي. انا رحت ماشي. دخلت الظهر خدت مني الهدوم وثبتني في وخدت منه اللباس برضه بتاعي عشان ما يلبسش حاجه كده والعيال الصغيره تقعد تضحك عليا. نزل الميه بلبوس اصلا. وخدت الهدوم وثبتني ومشي. ودنتني في الميه من الظهر لما الاذان العشاء لحد ما وجي خد يا عيني بتعيي مني وجات له حمى وافتكر له العافيه بقى. وعشان يخش الامتحان جت بقى من عند ربنا ما دخلش الامتحان عشان خاطر عيي. ده هي الحاجه الوحيده اللي مش نسيها لي طول عمري. مش كنت عايزاك تخش الترم الثاني؟ سيبيني في الترعه فوق ال8 ساعات. مش عالجتك وقمت بالسلامه بعدها ب7 شهور. يا مفتريه فوق ال8 ساعات ولا 6 ساعات. مش جات له مش عارفه ايه في رجله ما جاتش بيمشي. وادور على كمان وادور على تيسه البسها اعملها بنطلون والدره وامشي في القطام وفي الاراضي للناموس. معلش ما انا كنت عايزاك تتعلم. ما انا هعمل ايه يعني؟ اتعلم. انت عايز اكتر من اللي انا اتعلمت. ما هو ما كانش بيسالوا فيها يا ابني. انا قعدت 9 سنين تعليم ترم اول. ما كان نفسي ادخلك بقى الترم الثاني وانت ما رضيتش. ما كانش مساعدني. انا استكفيت كده. انا مخي استكفيت يا دي في الترم الاولاني يا بنتي يمشي حلو. الترم الثاني يعني سكه القطر يعني في الترعه عشان مزهقني خلاص يا بنتي. خير ما زلت مني. انت ما بتلاقيش حاجه تعمليها. طلعت تسلي سمك عليا. ما هيبقى اعمل ايه؟ ما هو مش ماضي. انت بتطلعي تسلي سمك عليا. شوف انت عمال تكتب ازاي. يا ريت كنت كتبت اجتهدوا. لو كنت كتبت اجتهدوا ديت يا لهوي عليا. بتطلع كل يوم ساعتين وانا اعلمك. انا كنت دخلت الطلبه بلاش مثقفه. بتطلع كل يوم ساعتين بلاش. هتعلمني صحتك اوعي بس يا بيه. اوعي ماشي يا بنت يا حبيب امك انت. اسمعي كلامي هيغرقك. انت اجتهدوا في رمضان. انت حيالله واخده كليه. حيالله ان شاء الله. ده حته كليه مالهاش لازمه. ما شاء الله عليك 9 سنين. ده حته كليه مالهاش لازمه. وانت دخلت الجامعه وده حته كليه. اجتهدوا في رمضان دي ان شاء الله في اقل من 30 يوم. عارفه اكتبها؟ خليكي تعرفي 30 يوم حلوه. رجلي الجو. وهقعد تتعلمي يجي 12 سنه ولا 13 سنه. انت تفهموا حاجه؟ لا ما بفهمش. تعلمتوا زي خربتها. هي خربتها يا ابني. ما انا بقول لها انت رايح فين؟ بقول ليه؟ هتفطروا سمك النهارده؟ هروح اجيب؟ لا خلي المره مراتك تعمل السمك النهارده. انت مش هتعمله. هتعملوا منين نصيبه؟ ما بقول لك رايح اجيبه. هاتوا مشوي. هاتوا مشوي. على جدي. هاتوا مشوي.
مشوي. وانا اعمل رز وصلصه. كيلو بتشوي ب 15 جنيه. يعني اتفسحتوا انتوا؟ يعني في دماغك اتفسحتوا؟ خلاص هات لي 30 جنيه اللي بتوع 2 كيلو سمك وانا هعمل. هتعملوا بوم ايه يا اخت؟ هو انت لو مش كنت هتعملوهم برضه هتجيب بوم كيلو رز حاسه ب 30 جنيه. انت لازمتك ايه هنا؟ هعمل لكم الرز والسلطه. احنا مش طالبين منك حاجه غير اللقمه. لا يا تسويها شيخ. لنا وتحطها لنا بس فقط لا غير. ماشي نشوف اخرتها معاك انت اهو. ما انت لو حما زي الناس لا يجيب لك في كل خطوه سلامه والناس تحبك والناس تعشقك كده زي ما انا بموت فيك وهتعلمني يا زيد يا ابني. النبي يما يعني ايه قولي ربنا يرزقك. ربنا يرزقك. بلاش تدعي. في كل خطوه 2 جنيه بس 2 جنيه بس. ايه دي هيعملوا ايه؟ مش عايز اكتر من كده بس قولي ربنا يديك في كل خطوه 2 جنيه. ربنا يديك في كل خطوه 2 جنيه يا رب. ليه؟ هو ده اللي نفسك فيه؟ اخرش بقى. مشيت يجي 5 خطوات يعني وما لقيتش حتى جنيه. انا هعمل ايه يا ابني؟ هو انا هالشي شغاله ممتعني